لو عاوز تعرف الطباخ بيولع بهاراته ازاي زينا كده، يبقى لازم تيجي تتعلم مننا. هنقول لك ازاي اوايه التركه اللي الطباخ بيحطها بهاراته في الفرح، اللي بتخلي الاكل بتاعه حاجه غير طبيعيه، اللي بتخلي 11 بهار او السبع بهارات بتاعته متميزه. لو عاوز تعرف كل ده تابعني لنهايه الفيديو، بس بالله عليك اوعى تنسى تبخل عليا لايك دلوقتي عشان استمر. ويلا بينا يلا بينا نكسر الدنيا. صباح الفل متابعين الكرام، حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. طبعا طلبتوا مني نقول لكم ال 11 بهار ازاي. انا بعد ما حوجتها بصراحه قلت افتح عليها تاني اوريها لكم، تمام، واوريكم شكلها الجميل بعد الطحين. تمام، لسه صاحي من النوم والله دلوقتي، وحبايبنا ما بيدعمونيش خلاص على الصفحه، مش عارف ليه يا جماعه، زعلانين مني ولا ايه؟ ده احنا قلنا لكم اسرار وخبايا يعني والله العظيم فعلا ما حدش هيقولها لكم يعني. تمام، وان شاء الله الاستمراريه معاكم هتخرج افضل مالينا لاحسن متابعين في الدنيا. بالله عليكم لايك وشير وصلوا ووحدوا العزيز القريب. كده بقى احنا خلصنا طحينها. طيب كتير بيقول لي نفسي في الدقه بتاع زمان يا ابو مالك، نفسي طعم الدقه بتاع زمان ده يرجع تاني، وان اشوف طعم الدقه اللي احنا افتقدناه. يا حبيب قلبي نفس البهار المشكل اللي انت عملته ده، وضيف عليه بس ربع كيلو سمسم. يعني مثلا خد 100 جرام 150 جرام بهار عليهم 200 جرام سمسم. لازم السمسم يكون اكتر. فاكر انت الدقه بتاع زمان اللي هي كانت دقه بالبقسماط ديت اللي كانت جميله، اللي انت كنت تمشي تلاقي عربيات الشارع كده بقسماط ودقه وبقسماط ودقه وبيض، تلاقي طعم غير طبيعي. هي ديت يا جماعه كانت التركه فيها في الخلنجان والسمسم بس. حمص شويه سمسم حلوين، خد 150 جرام عليهم 200 جرام من السمسم، هتلاقي دقه غير طبيعيه. تعالوا بقى نحط ال 11 بهار اللي احنا عملناهم ونتكلم مع بعض شويه. بس بالله عليك لو انت مكمل معانا لحد دلوقتي ما تنساش لايك كويس ودعما منك ان انا استمر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شايفين شكلها وحلاوتها؟ انا عاوزك بس 150 جرام منها على 200 جرام سمسم، هتاكل احلى واطعم دقه اقسم بالله والذ دقه. نقرب بس على الكاميرا شويه كده. ده كان الشكل النهائي بتاعها. تمام، الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب انت يا سيدي عاوز تعمل الدقه، عاوز تعمل طعم الدقه بتاع زمان، قلت لك ضيف عليها السمسم. طيب انا عاوز التركه بقى، التركه ان انا اضيف عليها معلقتين او 3 معالق جنزبيل بعد الطحين. ما بفضلش انا قبل الطحين على فكره، الافضل يكون بعد الطحين، ومعلقتين خلنجان على عود ايكر. اضيف معلقه خلنجان على عود ايكر على البهار المشكل مثلا اللي هي تحويجه النص كيلو. في الحاله دي هتعمل اجمل واطعم واعلى تيست في البهار المشكل لو انت ضفت اللي انا قلت لك عليه، عود الايكر مع الخلنجان مع معلقه من الجنزبيل. بحبكم في الله. ده على مقدار ايه يا ابو مالك؟ على مقدار ان انت تعمل كيلو او كيلو ونص بهارات، المقادير اللي بقول لك عليها دي. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.